السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سعد الله مساءكم بكل خير. أحييكم أصدقائي وأحيي كل من يشاهد هذا الفيديو. هذا الفيديو موجه إلى أهالي إقليم بونتلاند الشرق الصومال. أولا أتقدم بأحر التهاني والتبريكات للرئيس الجديد السيد سعيد عبد الله الديني، وأتمنى له إن شاء الله التوفيق والنجاح في حياته السياسية القادمة. وأيضا نتمنى الرئيس أن يغير نظام الأنظمة السابقة في إقليم بونتلاند. هذه الأنظمة التي كانت تتبع نظام أسلوب التمييز العنصري وأيضا أسلوب القبلي، وخاصة كان يمارسون أبشع أنواع التمييز العنصري ضد أبناء المناطق الأخرى، المناطق الجنوبية الذين يهجرون إلى المنطقة الشرقية شرق البلاد، وخاصة إقليم بونتلاند بحثا عن العمل أو فرص العمل، لأن هذه المنطقة تتمتع بحكم ذاتي وأيضا الأمن والاستقرار النسبي والهدوء، فأيضا منطقة نشطة بالتجارة في التجارة المناطق الشرقية، مما جعل كثير من الشباب ينزحون من المناطق الجنوبية ويتوجهون إلى شرق البلاد. ونطالب أيضا الحفظ الحقوق الإنسان، وخاصة حقوق العمال المهاجرين من المناطق الجنوبية والغربية أيضا من البلاد. فأيضا كما نتمنى الرئيس أن يصدر القرار الجديد ينص على تجريم كل من يرتكب جريمة أو يضر بهؤلاء المهاجرين أو اللاجئين من الجنوب البلاد، وأتمنى له إن شاء الله بالدوام الصحة والعافية. كما أتمنى لإخواننا من الشرق البونتلاند كل الخير. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.